طب أستاذ مكرم، خلينا أسألك، يعني خلينا في الجزء المتبقي نشوف رؤية للمستقبل. سؤالي هو: هل ما بدا وكأنه انقسام داخل النقابة هو تعبير، هو انقسام حقيقي لا رجعة عنه، أم أنه تعبير أو شكل عرضي هو في عودة مرة أخرى إلى النقابة؟ لم يكن هناك انقساما في الانقسام. الانقسام بين البحارة والصعايدة كاذب، والانقسام بين الشيوخ والكبار كاذب، ومن يريد عليه أن يتفرج النهاردة عن فيلم كامل للتصوير. الانقسام الوحيد اللي موجود الصحيح هو أن تبقى هذه النقابة ملكا للصحفيين تظل الجميع مؤسسة وطنية قومية، أم أن تصبح العوبة في يد حزب أو جماعة. هو ده الانقسام، والانتخابات جرت على هذه القسمة، ولولا أن الصحفيين يفهمون هذه القسمة لما تدافعوا هذا التدافع في الجمعية العمومية الثانية، ولما أتوا من كل حدب وصوب. في ناس النهاردة كانت بتيجي على مسلولة ومقعدة، في ناس كانت بتيجي على عكازات، مش جايين عشان خاطر مكرم محمد أحمد شخص عابر، جايين لأنهم أحسوا أن نقابتهم في خطر. هذا هو الانقسام الوحيد، وأتحدى أي أحد يكون قد تابع الموقف ودرس تفاصيله يقول هذا الكلام. هو ده الانقسام. النقابة دي تروح فين؟ هل تروح يصبح مصيرها زي نقابة المهندسين؟ وهناك بقى من يصور له وهمه ان دي قال ايه؟ قلنا بالميزان. لو وقعت نقابة الصحفيين التغيير الجارف قادم. فده الانقسام الوحيد. لكن طبعا لا استطيع ان اقول لك ان مستقبل الصحافة المصرية يعني هناك قدر وافر من الحرية يمكنك من ممارسة حقك في التعبير إلى حيث وإلى أين تستطيع. لكن أيضا هناك مشكلات كبيرة، هناك عدم طب أمن. هنا ده اللي بيدفعني. أنت ذكرت أستاذ مكرم من شوية فكرة المعايير المهنية ومستوى المهنة. سؤال هو: هذه النقابة في هذه المرحلة هل هي نقابة ينبغي أن تكون نقابة مهنية تهتم بشؤون المهنة، أم نقابة سياسية تقوم بدور سياسي محدد الملامح؟ يعني إيه تقوم بدور سياسي؟ الدور السياسي المشروع الوحيد للنقابة الأساسي أن تحمي كل صاحب رأي، أن تحمي صاحب الرأي وصاحب الرأي الآخر، أن تحمي الأقلية والأكثرية، أن تحمي اليميني واليساري والوسط، ألا يكون هناك تمييز بين المسلم والقبطي، ألا يكون هناك تمييز بين الإخوان المسلمين وغير المسلمين. هذا هو الدور السياسي، لأننا نمارس السياسة في الصحف. ما كلنا بنكتب مقالات، وكل واحد بيكتب مقالات على قدر فكره وعلى قدر رؤاه وعلى قدر شجاعته، وما شفناش حد يعني اتعلقت له المشنقة وبيكتب. هل يمكن ان بيكون بيكتب اكثر مما يكتب في صحف المعارضة وبينها الدستور؟ يعني القضية دي بيقول لك هناك قوانين ظالمة. نعم هناك قوانين ظالمة، وهذه القوانين لابد ان تتغير، ولكن هذه القوانين تتغير بالحوار ولا تتغير على أسنة الرواح؟ نجرب الأول الحوار. يقول لك أنت جربت الحوار عامين، ماذا أثمر؟ قلت له أثمر إن كان فيه 5 زملاء محكوم عليهم بالسجن، لم يسجن واحد منهم. أولا لأنني ذهبت وشاهدت لإبراهيم عيسى وقلت أن ما قدمه كان عملا صحفيا، وإبراهيم عيسى اللي بيشتمني كل يوم في صحيفته كتب شهادة تاريخية لنقابة الصحفيين، ولأنني ذهبت إلى شيخ الأزهر، ولأنه عندما قال الرئيس مبارك أنه لا يريد أن يكون في خصومة مع أي من مواطنيه ومن بينهم إبراهيم عيسى، أنا قلت للرئيس مبارك: ولماذا تكون في خصومة مع باقي الصحفيين؟ ولماذا يتوقف الأمر يا سيادة الرئيس عند إبراهيم عيسى؟ وبالتالي أيضا كمان سعيت إلى كافة المستويات كثيرا من القضاة، وأعتقد أن القضاة يستهجنون الحكم بحبس النهاردة ويستبدلون هذا. أقول هذا من تلفزيون الدولة، ولكن لا، لابد أن تكون معارضا، لابد أنك أنت تلون كل الأخبار وكل الوقائع
لتضرب النظام، اضرب النظام. وهو ده اللي بيطرح بس بالحقيقة وهو ده اللي بيطرح التساؤل حول دور النقابة في المرحلة المقبلة على المسألة المهنية، مستوى المهنة. شوف، على المستوى المهنة أنا مطلوب مني حاجتين. واحد، أن أقدم كل أدوات التطوير للمهنة للشباب. في نقابة الصحفيين الآن 9 معامل لتدريب الكمبيوتر واللغات والتصوير، قيمة مدخلاتها من الآلات الحديثة تكاد تقرب من 3 ملايين جنيه، لم تدفع النقابة فيها مليما. في 150 شاب بيتلقوا دورات تدريب في هذا، في 50 شاب سوف يتلقوا إن شاء الله كل 40 يوم دورة في التدريب يأخذ على في نهايتها كمبيوتر. هناك اتفاق ما بيني وما بين المجلس الأعلى أن هذه الدورات تستمر، بحيث على الأقل في غضون عامين إن شاء الله كل صحفي في مصر سوف يكون في يده لابتوب، لأن ده الوضع الطبيعي. بل بالعكس من هذا، هناك اتفاق اللي هو قالوا بتاع الإسرائيليين اللي أنا جبته من إسرائيل. لا، هذا مش من إسرائيل، هذه من فلوس دافع الضرائب المصرية. طب أستاذ مكرم، سؤال أخير عشان الوقت اللي معنا. هل تعتقد أن هذه الضجة الكبيرة التي أثيرت حول نقابة الصحفيين هي تعبير عن حالة حقيقية، أم إنها ببساطة لأن احنا الصحفيين صوتنا عالي وموجودين في كل حتة فعاملين الدوشة دي كلها؟ يعني في مشكلات لا نستطيع أن نصل، زي ما أنا شرحت في مضاعفات الأسئلة ما بيننا وما بين بعض. جزء من هذه المشكلات، في مشكلات في الدور الصحفية سواء خاصة أو قومية لابد من تصفيتها. في أوضاع سيئة في أجور الصحفيين لابد من تحسينها. في مهمة تطوير الأداء الصحفي لابد أن نمتعهم بالكمبيوتر. في ناس بتسكن في جحور لابد أن تسكن في مساكن ملائمة. هذا شيء أساسي. جزء آخر من كلامك صحيح، أننا أصحاب صوت عالي، وعندما يكون المظلوم مظلوما فينبغي أن تغفر له صوته العالي. أستاذ مكرم محمد أحمد، نقيب الصحفيين الجديد، شكرا جزيلا لك. القديم الجديد. أستاذ مكرم، بشكر لك حضورك بعد هذه الانتخابات، بعد الإعلان القصير. سيدات والسادة، هكذا انتهت الانتخابات نقابة الصحفيين. أستاذ مكرم محمد أحمد هو نقيب الصحفيين لدورة أخرى، نتمنى له كل التوفيق من أجل الصحافة يستحقها هذا الوطن بالفعل. أستاذ مكرم، شكرا جزيلا. سيدات والسادة، شكرا لكم، واللقاء في مرات قادمة بإذن الله.